هؤلاء الخطباء من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاههم بمقاريض من نار وفي رواية بمقاريض من حديد. خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنهم يقولون شيئا ويفعلون سواه، وإذا فقد قعدوا على باب الجنة وعلى صراطها يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم. قال سمعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه في النار إذ يلقى في النار فيدور بأقتابه كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار يقولون يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا ويح نفسي، يا ويح نفسي، ويا لطول الهم والبلبال في خاطري. وأما هذه القوة العلمية وحدها فإنها لا تحمل المرء على الوصول حملا إلى طريق السعادة والفوز والفلاح، لأنه لا بد أن ينضم إليها قوة عملية بإرادة دافعة متينة في النفس. لما فقدت القوة العملية كان ما كان من شأن خطباء الفتنة الذين وصفهم جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون ما لا حصلوا قوة علمية من غير ما عمل فاعل منتج مثمر في دنيا الله جلت قدرته. ولذا يتأتى وعيد الله جلت قدرته علي يجترئون أم بي يغترون. حلفت بنفسي لأسلطن عليهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. مثل الذي يعلم الناس الخير ثم لا يعمل به كمثل المصباح كمثل الفتيلة يضيء للناس ويحرق نفسه. يضيء للناس ويحرق نفسه. يضيء للناس ويحرق نفسه. يضيء للناس ويحرق نفسه. يضيء للناس ويحرق نفسه.